وبس كده، دي اهم حاجات تعملها علشان تعمل شعرك كيرلي. والكيرلي اللي انا اقصده مش اللي ضربه ماس كهربائي ده، والكيرلي اللي هنعمله هيبقى زي كده. اول حاجه مفيش حاجه اسمها سبونجه او سفنجه او حتى موس او فوم، علشان كل ده هيخلي شعرك هايش ويبهدله. هنغسل شعرنا بالشامبو خالي من السلفت زي باندولين. ولو مش عارف ايه هي اسامي منتجات العنايه الكيرلي اكتب لي في التعليقات كلمه تفاصيل. هنوزعه على فروه راسنا بالشكل ده، تفرك بيه فروه راسك كده وهتبعد عن الشعرايه نفسها. وبعدين نغسله وننشف شعرنا بفوطه مايكرو فايبر. وهنجيب البلسم بتاعنا او حمام كريم فاتيكا، هنحطه على شعرنا بعيد عن فروه الراس ونسيبه لمده 10 دقايق. وبعدين هنغسله ونعصره بايدينا كده ونعمل له سكرانش. وبعدين نجيب الكريم بتاعنا او جل بذر الكتان، وانا شخصيا بفضل بذر الكتان علشان مفيد جدا، بينعم الشعر وبيمنع التساقط والهشان. هنلف شعرنا كده ونسيبه ينشف. بعد ما ينشف هنحط الملمع بتاعنا. ما تنساش تبص في التعليقات لايكك الجميل واعمل لي متابعه دلوقتي. وبس كده، احفظ الفيديو علشان ما تنساش. ولو عاوز تعرف المنتجات